طريقة ناجحة مبسطة في تحضير الكسكسو المغربي، خاصة المبتدئين. غادي ينجح معهم من أول تجربة. مراحله بسيطة والتقليدية في نفس الوقت. فدائما تنبداو بالبرمة، هي الأولى. كنديرو القطع ديال اللحم، الكمية والنوعية تتبقى اختيارية. كنديرو واحد الحبة ديال البصلة مفرومة مزيان وقياسو من الزيت، وغادي نديرو كذلك القياس ديالهم في الملحة. كندير هاد المرحلة هادي أن كيتشحر لينا مزيان اللحم مع البصلة، وكيتلبسوا لينا بداك المذاق ديال الملحة. كيجي مزيان بهذيك الطريقة. قبل ما كنضيفوا له الماء على نار متوسطة، كنوضعوهم وكنخليوهم كيتشحروا جانبا. غادي نخدم معكم الكسكسو بالسميدة ديال العبار، السميدة الغليظة ولا اللي حبة فيها متوسطة. غير نختاروها من النوعية الجيدة اللي كتكون كتشرب. كنديروا ليها القياس ديالها ديال الزيت. هنايا درت زيت الزيتون واحد 2 معالق كبار الكيلو ديال السميدة، وكنحاولوا اننا نلبسوها ليها مزيان مزيان بهذيك الطريقة. وهنا بالنسبة للماء، غير كنديروا واحد رشيشات ديال الماء، وهو باقي السميدة عندنا فازكة كنديروها مباشرة في الكسكاس. بهذيك الطريقة ما كنضطروش اننا نبقاو هكايا نفتلو فيه ولا يتكور لينا ولا حتى نغربلوه. فهاد الطريقة هادي انه هو باقي فاز كما كتشوفوا، كنحطوه في الكسكاس مباشرة. كيجي عملي بهاد الطريقة هادي، وتيكون كامل عندنا مفروق حبة على اختها. كنجمعوه كامل في الكسكاس وكنرجعوه للبرمة باش كنكملوا التحضيرات ديالها. هنا بعد ما كتشحر لينا اللحم مع البصلة، إلا كان عندنا اللحم في المجمد راه كيطلق واحد شوية ديال الماء. كنرويو على حسب القياس ديال الماء اللي غيطيب لينا فيه اللحم في الأول. كنديرو التوابل اللي كيتواتاو مع الكسكسو عامة، اللي فيها السكنجبير والخرقوم البلدي والإبزار. وغادي نضيف هنايا الحمص اللي تيكون مرطب مزيان. الكمية كتبقى اختيارية. بالنسبة للتفويرة الأولانية في الكسكسو، ضروري أننا ملي كنشوفو التفوارة كطلع فيها التفوار كنحسبو ليها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. ضروري أنها تفور مزيان في الأول باش كتجينا هكايا بنينة في المذاق ديالها، وما كندوقوش فيها المذاق ديال الدقيق. فضروري أننا نخليوها تفور مزيان في الأول تقريبا واحد 10 دقائق. من بعد كنردوها للقصرية، كنديرو ليها القياس ديالها ديال الزيت، زيت الزيتون من الأفضل، واحد الرشان ديال الماء، تقريبا كاس د الماء في الاول. هنايا كما كتشوفوا راه كتجي كامله مفروقه. فمني كنقيسوها بهذيك الطريقه وكتجي كامله مفروقه يعني راها مفوره مزيان. فهاديك الطريقه اللي درنا ليها في الاول اننا غير رطبناها بالماء وجمعناها مباشره كتعطينا هاد النتيجه، كتجي كامله مفروقه. درت لها هنا واحد 2 كيسان ديال الماء، والكاس الثالث هو اللي درت فيه القياس ديالها في الملحه. هنايا كنهويو في كل رشه ديال الماء، تنهويوها كنخليوها حتى كتشربو. عاد كنضيفو ليها تاني الماء، تقريبا واحد 3 ديال الكيسان قياس كاس العنبه اللي ضفت له هنا في المرحله الثانيه. غير كنديروه بمراحل باش كنتحكموا في القياس ديالو. هنا غادي نرجع للبرمه باش كنديروا الخضره اللي كتاخد الوقت في الطياب ديالها واحد شويه، منها الخيزو وكذلك اللفت. كنقيوه مزيان وكنضيفوا الكميه دائما تتبقى على حسب الاختيار ديالنا. وكنرويو هنايا القياس ديال الماء فاش غادي يطيبوا. من الافضل الا عندنا الماء سخون، ولا درنا الماء بارد كنخليو حتى كطلع فيه الغليه. عاد كنحطوا الكسكاس ديالنا كيدير تفويره ثانيه. هنايا كما كتشوفوا راه كيجي كامل مفروق، وهنا غير كيطلع فيه الفوار راه تيكون واجد. التفويره الثانيه والثالثه راه ما كتاخدش الوقت بحال الاولانيه. صافي كنردوها القصريه كما كتشوفوا هنا راه تيكون شبه طايب. غير هنا كنشوفوا القياس ديالو ولا خاصو مازال الماء. وصافي وكنهويوه مزيان حتى كيبرد لينا، وكنديروا رشيشات من الماء. هنايا درت غير نص كاس ديال الماء اللي خدا ليا. صافي هنايا راه تيكون شبه واجد. غادي نردو باش غير ينسجم لينا مع داك شويه نتاع الماء اللي ضفنا له باش يدير التفويره الثالثه. شاركتو معكم بمراحل التقليديه ديالته التفويرات الثلاثه، اللي كنركزوا على التفويره الاولى كتاخد واحد شي شويه ديال الوقت باش كيجينا بنين وما كندوقوش فيه كما قلت لكم المذاق ديال الدقيق. كندوقوا المذاق ديال السميده اللي كتكون طيبه، خاصه الا اختارينا السميده من النوعيه الجيده. كنرجعوا للبرمه كنكملوا المراحل ديالها. ملعقه صغيره من السمن الحار كيبقى اختياري، لكن الا كان متواجد راه تيعطي فيه مذاق بنين. 2 حبات نتاع مطيشه اللي تنحيدوا ليهم الزريعه والقشره، كنفرموهم مزيان. كنديروا الخضره اللي ما كتاخدش وقت في الطياب.
الدنجال هنايا والقرعة وكذلك القرعة الحمراء إلا كانت متوفرة، ربطة ديال المدنوس ولا قزبر ومدنوس كنربطوهم بهذيك الطريقة تتجي مزيانة. راه ملي تيطيب راه يتشبك كامل وما تيتحلش. كنديرو مزيودات ديال الحار، وهنا الحار غير كيطيب كنحيدوه باش ما كيطرطقش لينا في البرمة، وكنحطو الكسكس ديالنا باش كيدير التفويرة الأخرانية. وهنا التفويرة الثانية والثالثة راه غير كنشوفو الفوار ديالو صافي راه تيكونوا واجدين. كندير هاد الحفيرات باش كيسهل انه يتفور لينا كما كتشوفو. صافي هنا راه تيكون واجد. كنحيدو المزيودات نتاع الحار وتنردوه للقصرية وتنحاولوا اننا غير نفكو هكا تنحركوه كامل بلا ما نكترو التحراك ديالو باش ما كيبرد لينا وكيبقى سخون. وهنا غادي نقدمو معكم بهاد الطريقة أننا كنديرو هاد الحفرة في الوسط، كنحطو فيها اللحم وكندورو هكايا الخضرة ديالتنا في الجوانب. طريقة عملية وتقليدية في نفس الوقت. كنحاولو أننا نقادو الشكل ديالو مزيان. فراه هاد القصرية جات أكثر من رائعة في المذاق ديالها وعملية في التحضيرات ديالتها بسيطة. كنديرو الروا هو الأول بالقياس ديال المرق اللي غادي نحتاجو ولا ديال البلول. كما كتشوفوا الختورية ديال المرق والبنة اللي كتكون فيه راه كتكون مميزة. وما تنسونا في اللايكات ديالكم، والى ملتقى اخر ان شاء الله، مع السلامة.